أنا عاوز أحكي لكم حكاية ظريفة أوي كده، قبل ما نتكلم عن ماتش المصري والأهلي. عاوز أحكي لكم عن فيلم جميل كده من علامات السينما المصرية، وبعد كده نشوف الفيلم ده شبه إيه عندنا في الواقع. كان في فيلم جميل أوي اسمه شيم الخوف. شيم الخوف ده كان بطولة الفنان محمود مرسي والفنانة شادية اللي إحنا عارفينه بإيه، بعتريس وفؤاد. الفيلم دوت من علامات السينما المصرية. عتريس طبعا كان مسيطر تقريبا على القرية، مفيش حد بيقدر يتكلم مع عتريس في حاجة، اللي هو عاوزه بيعمله في القرية. هو بطولات بأيا كان، هو اللي عاوزه بيعمله في القرية. الناس كلها مفيش حد بيقدر يتكلم معاه. اللي احنا عاوزين نتكلم عليه بقى شخصية تانية صغيرة كده، شخصية واحد اسمه رشدي اللي كان عامل الفنان أحمد توفيق. رشدي ده من رجالة عتريس، ورشدي ده للأسف نفسه يبقى عتريس، بس هو ما يعرفش يبقى عتريس، ما عندوش مقومات عتريس. فكانت مشكلة بالنسبة له إن هو مش عارف يبقى عتريس، الناس ما بتسمعش كلامه، الناس عارفة إن هو رشدي مش عتريس، حتى البنت اللي كان بيحبها كانت بتحب عتريس. فعشان هو عاوز يبقى عتريس ومش عارف، فعملت له روشة في دماغه. فهيعمل إيه؟ قام نزل على القرية وقال لهم أنا عتريس، وفرض عليهم بتاعه. فالناس طبعا قعدت تضربه، واللي يرميه بالطوب واللي يتريق عليه فبدأ بقى اتجنن يعني، وجاله جنان كده، حالة هوس، بقى يمشي في الشارع يقول أنا عتريس وميت عتريس. تمام. فرشدي الهدف من او المراد من القصه او الشاهد من القصه ان رشدي مش هيبقى عتريس عمره. فاحنا لو طبقناها على كره القدم هنلاقي ان الاهلي هو عتريس بتاع الكره المصريه والكره الافريقيه. فانت ما تجيش بقى يا عم رشدي تبقى او تفكر او تحلم ان انت ايه، تبقى عتريس، فانت مش عارف تبقى عتريس. طبعا انا بتكلم على بعض الجماهير الزملكاويه والاعلاميين الزملكاويين، مش كل طبعا الناس. انت هتفضل رشدي مش هتبقى عتريس، فانت طبعا بما انك مش عارف تبقى عتريس، فبرضه حصل لك لوسة، فمستني العتريس اللي هو الاهلي، مستني له اي حاجه. اي حاجه، الاهلي اتغلب من بيراميدز مع انه ماتش ملوش لازمه، تحصيل حاصل. حسين الشحات غلطان، ما احنا قلنا عارفين ان حسين الشحات غلطان، والاهلي عاقب حسين الشحات، الاتحاد عاقب حسين الشحات، حسين الشحات طلع اعتذر، فده ما فيش خلاف عليه. ده السيستم الاهلي ماشي عليه، الغلطان لازم يتعاقب. تمام. فانت بقى يا عم رشدي سايب كل اللي وراك، سايب البطولة العربية اللي هي مطحنة، ورايح يعني يعني ربنا يسترها عليك، وسايب افريقيا اللي انت طلعت منها بقالك قد كده، وتقريبا كل فرق افريقيا كسبتك، سايب الدوري اللي اتغلبت فيه من كل الفرق اللي هبطت، كل الكلام دوت، ومش مركز انت واعلامك غير مع الاهلي. فالاهلي هيفضل عتريس ورشدي هيفضل رشدي، ده اللي احنا عاوزين نقوله. فانت يا باشا سيبك من اللي انت مركز مع الاهلي، وخليك في اللي انت فيه. انت سبت كل حاجه وسايب خلاص. حسين الشحات، ما احنا عارفين حسين الشحات غلطان، ده مفيش كلام، ولا اهلاوي ولا زملكاوي ولا غيره يقدر يقول غير كده. تمام كده، وتعاقب، وده الاهلي وده سيستم الاهلي. المهم انت يا عم رشدي خليك في نفسك، دي حاجه. تمام. يعني ايه انت، سيد العمده عمره ما يبقى جعفر العمده، هو جعفر يفضل جعفر، وسيد هيفضل سيد، اللي جعفر بياخد له حقه من الفرق الباقيه كلها، ايا كان بقى، فرق افريقيه، فرق مصريه، ايا كان. فبدل ما سيد العمده بقى يشكر جعفر، لا، يستنى له اي حاجه عشان يتكلم عليه، لانه مركز معاه مش مركز مع نفسه. فبالتالي بيستنى له ايه، اي حاجه، بدل ما يشكره ان هو ايه بياخد له حق. ده بالنسبه لايه لشيء من الخوف اللي احنا قلنا نحكي عليه. نسيب ده الكلام دوت ونقول ان ماتش النهارده بين المصري والاهلي، هو بغض النظر عن النتيجة طبعا هو مكسب لبعض الشباب، أو الأهلي كسب بعض الشباب، كولر اختبر بعض الشباب وقف على مستواهم، عرف مين يقدر يكمل مين ما يكملش، مين في المكان دوت مين مش في المكان دوت. وعلى فكرة هم ليهم مستقبل إن شاء الله مع كولر، وإن شاء الله يبقوا مستقبل القادم في الأهلي. وكولر المفروض كان عمل الكلام ده من بدري، يعني مش من المباراة دي بس، كان من بعد الزمالك تقريبا كان المفروض يلعب بالناشئين، وكان هيعرف اكتر او عن مستواهم، وكانوا هم هيستفيدوا اكتر من الاحتكاك، وكان الفايده اكتر. لكن كولر خلاص هو صاحب القرار، وما نقدرش نكلمه الراجل بالارقام. زي ما قلنا هو جعفر العمده بالارقام بتاع افريقيا وبتاع مصر، هو عتريس بتاع مصر وبتاع افريقيا. ويا ريت الناس تبقى كلها عارفه كده وجواها عارفين كده، ونسيبنا من التركيز مع الاهلي، ونخلي كل واحد يخلي تركيزه في نفسه.
لان الاهلي بيشتغل وهيفضل في البطولات. انت اللي متضايق، انت اللي مرووش، انت اللي هتمشي في القريه تقول انا عتريس ومش عتريس. فرشدي عمره ما هيبقى عتريس، ولا سيد العمده هيبقى جعفر العمده. تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.